أظهر لكم اليوم بوجهي بدون لثام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. بعد أن فشلت حكومة الأمر الواقع واستخباراتها الهزيلة في الوصول إلينا، اتجهوا إلى أسلوب قذر لجعلنا نقتتل فيما بيننا، وذلك عبر بث الإشاعات عن كل شخص يتكلم أو يدافع عن الطائفة العلوية. وساعدهم بذلك البعض من أغبياء السوشيال ميديا المحسوبين على الطائفة، مما ساهم في نشر الإشاعة وتصديقها، والهدف من ذلك تشتيت شملكم وكسر قوتكم وأضعافكم. ولم يقتصر هذا الهجوم على شخص واحد، بل شمل كل من برز اسمه لتمثيلكم بالحق، ولكن التركيز الأكبر كان من نصيبي. فأنا من قلتم عني أنني وهم وذكاء اصطناعي وعميل وشهيد وأسير، أظهر لكم اليوم بوجهي بدون لثام بعد أن كنت مجبرا على ارتدائه لأسباب أمنية إلكترونية وميدانية، وسأتخلى عنه إن كان في ذلك خير لكم. وأطلب منكم توحيد صفوفكم وكلمتكم والوقوف خلف كل شريك يمثلكم، فبدلا من نشر الإشاعات ومهاجمة من يعمل لأجلكم، فمن الأفضل تسليط الضوء على انتهاكات حكومة الأمر الواقع ونشرها، والمطالبة بآلاف الأسرى في سجون الإرهاب، والكشف عن مصير عشرات النساء والأطفال الذين يختطفون بشكل يومي من الساحل. وأنهي كلامي بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.